اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما غفلوا عن ذكره الغافلين. بصوا يا حبايبي، جايبه لكم النهارده ماسك جميل قوي، هينبسطوا منه خالص، بيرايق وكل حاجات من البيت، في تفتيح، في ترطيب، في تنشيط الكولاجين، يعني كله فوائد وحاجات طبيعيه جدا. وانت قاعده كده في المطبخ، قاعده بتتسلي كده وخدتي لك بتاكلي مانجا، شيلي منها جزء كده، شويه مانجا منها، اي شويه حسب، ملهاش مقادير، واهرسيهم بشوكه مانجا بس، ادي مانجا. بعد كده هاتي عليهم دي لبن بودره، او حسب، برضو كله حسب العجب، مفيش اي مقادير، انت حسب ما تشوفيها، او اللبن بودره حسب الاوامر اللي قدامك. وهتعجنيهم بعسل، العجين هيكون بالعسل مش باي حاجه تانية. يعني انا مثلا خدت معلقه عسل اهي على شويه دول، هشوف انا دي نظريه بس، ملهاش اي شكل بالمقادير، ملهاش فيش مقادير خالص اهي. دعكت انت بتاع اللبن مع المانجا مع العسل الابيض، تدمجيهم جامد مع بعض قوي كده. العسل كده عندنا مفيش حاجه جديده، مفيش حاجه من بره، عندنا مانجا، اي جزء من المانجا وانت بتاكليها كده. خدت المانجا مفيده جدا للبشره على فكره اهي. خدت انت جزء من المانجا حطيتيه في طبق، حطيتي عليه لبن بودره برضو من غير ما، يعني مفيش عيار ثابت، حسب العجينه قدامك ما تشوفيها، لبن بودره. خدت عسل، قلبتيهم على بعض كلهم. عايزاها كده تفرديها كده حلوه، حساها طريه معاكي، حطي شويه لبن بودره تاني. لو ان هي كده حلوه، تعملي فيها ايه بقى بعد ما خلصتيها انت كده دلوقتي؟ تحطيها على الوش بس، تلاقي البشره تكون يعني نظيفه، حطيها على البشره وسيبيها البشره تمتصها، يعني في حدود مثلا ربع او تلت ساعه، المهم تنشف على البشره. بعد ما تنشف حطي طبقه تانية عليها. الماسك ده بياخد حوالي، يعني كل ما سبتيه كل ما تحس بشرتك استريحت وبقت جميله جدا، من يعني بين نص وبين ساعه الا ربع، حسب ما البشره بتمتص الحاجه. الماسك ده هتدهنيه على البشره، واول ما ينشف هتعيدي برضو على التاني المحطوط ده، تحطي طبقه تانية. بعد كده تغسليه غسيل عادي خالص بميه فتره زي ما تحبي، وبصي على بشرتك بعدها، هتحسي بنضاره، هتحسي بنعومه، هتحسي البشره كده مستريحه، واخده يعني متنشط الكولاجين فيها، مفيده جدا، وكلها حاجات من البيت، مفيش حاجات اشتريناها من بره. يعني المانجا انت بتاكلي مانجا كده، شيلي منها حته وحطيها ارسيها. العسل موجود في البيت، اللبن البودره على طول برضه موجود في البيت، الحاجات دي كلها من الطبيعه، من البيت اصلا، من المطبخ، كل ده حاجات من المطبخ، بس صحي جدا ومفيد جدا. وجربيها وقولي لي رايك، قولوا لي رايكم فيها. خلاص ماشي يا حبايبي، انا عايزه اعرف رايكم. سلام.